أهلا بيكم في حلقة جديدة من جولدن بودكاست. حلقتنا النهاردة اسمها دماغي قالت لي كده. المكان اللي مش لازم نلبس فيه ماسك ولا نجهز إجابة مثالية. المكان اللي بنقعد فيه مع نفسنا زي ما احنا. أنا النهاردة كنت ساكتة، بس دماغي ما كانتش ساكتة، كانت شغالة، بتفكر وبتزن وبتسأل سؤال شكله بسيط بس وجعه تقيل. هو أنا كفاية؟ عارفين الإحساس ده لما تبص في المراية وتلاقي نفسك بتسأل السؤال ده من غير صوت، من غير ما حد يسمعك، بس جواك دوشة، ودوشة السؤال ده مش بسيطة. هو أنا كفاية؟ كفاية كإنسان؟ كفاية كصاحب؟ كفاية في شكلي، في شغلي، في طريقتي؟ ولا دايما ناقصني حاجة؟ ليه دايما حاسس إن لو عملت أكتر أبقى أفضل، ولو ارتحت أبقى كسول، ولو اتكلمت أبقى زيادة، ولو سكت أبقى بتهرب؟ أنا عارفة إن السؤال ده مش بيجي من فراغ، دي تراكمات سنين من المحاولات والفشل والتجارب اللي مخدتش فيها validation. كفاية إنك تبقى في وسط ناس كل واحد فيهم متأكد من نفسه، وإنت بتضحك بس بتسأل نفسك، هو أنا شبههم ولا أقل؟ أنا فكرت كتير، هو إحنا إمتى ابتدينا نربط قيمتنا بالحاجة اللي بنحققها؟ يعني هو أنا لو فشلت في حاجة ده معناه إني مش كفاية؟ لو حد سابني أو بعد عني يبقى ده دليل عليا أنا؟ طب وليه؟ ليه بنصدق إننا ناقصين كل ما حاجة ما تكملش؟ ليه لو حد ما حبيناش نحس إن العيب فينا؟ ليه صوت الدماغ دايما أقوى من صوت القلب؟ وأكتر حاجة بتخلي السؤال ده يوجع إننا عايشين في عالم بيقيس كل حاجة، عالم رقمي فيه أرقام بتقولك قيمتك، عدد اللايكس، عدد المتابعين، عدد الفلوس في حسابك، عدد الإنجازات. كل رقم فيهم بيبصلك ويقولك أهو ده المعيار، وانت تبص على نفسك وتسأل، هو أنا رقمي كام؟ طب لو مش ظاهر يبقى أنا مش كفاية؟ بس لما قعدت مع نفسي وسألتها بكل هدوء، هو أنا فعلا مش كفاية؟ لقيت نفسي مش قادرة أجاوب، مش عشان الإجابة معقدة، لكن علشان أنا طول الوقت بهرب من السؤال، ما بقفش وأسأله بصدق، ما قعدتش أسمعني. أنا مش عارفة أجاوب لأني ما عطيتش لنفسي فرصة أفتكر مين أنا، برا السباق، برا الشغل، برا العلاقات. أنا كإنسان مين أنا؟ أنا مريت بأوقات كتير كنت حاسة فيها إني محتاجة أكون حاجة تانية، كنت شايفة نفسي قيد التنفيذ، لسه مش النسخة اللي أتمناها، فكنت قاسية جدا على نفسي، أأجل راحتي، أأجل حبي لنفسي لحد ما أبقى كفاية. بس لما وقفت مع نفسي لحظة سألت سؤال مختلف، هو أنا هفضل أجري لحد إمتى؟ ولو وصلت للي أنا عايزاه هحس إني كفاية، ولا هيتحول لهدف تاني ومستوى تاني ومقارنة تانية؟ أنا مش بقول إننا ما نطورش نفسنا ولا إننا نقف في مكاننا، بالعكس، كلنا عايزين نبقى أحسن، بس الفرق كبير قوي بين إنك تتطور لإنك ناقص وبين إنك تتطور لإنك تستاهل الأفضل. الأولى بتخليك تجري وإنت مش طايق نفسك، التانية تخليك تجري لإنك بتحب نفسك. وصدقني الطريق بيبقى أهدى لما تبقى مسامح نفسك. لو انت بتسمعني دلوقتي بتحس انك طول الوقت لازم تثبت نفسك، تستاهل وجودك، تستاهل الحب، تستاهل الصداقة، أنا جاية أقولك إنك مش لوحدك، وإن السؤال ده بيطاردنا كلنا، بس لازم نجاوبه إحنا، مش نستنى حد يجاوبه لينا. جاوب عليه كده دلوقتي، قوله بصوت واطي حتى لو مش مصدقه، أنا كفاية. كررها
كل يوم لحد ما تبقى حقيقة، مش جملة، مش محاولة، لكن يقين. أنا دماغي قالت لي كده، وأنت دماغك قالت لك إيه؟